السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوا مني هذه القصة وأنا مسؤول عن صحتها. قصة أعرف صاحبتها من إحدى القريبات. قصة عجيبة. طبعا هي مرأة متزوجة وعندها أولاد وكذا، وحياتها طيبة، ما كان ينقص صفو حياتها أي شيء، إلا أنها سبحان الله فجأة بدأت تشعر بنفرة من زوجها، بدأت تكرهه شوي شوي، صارت تقول أشوف الموت ولا أشوفه. كانت تتلفظ عليه بألفاظ بذيئة نابئة، تقول أنا أبغاه يطلقني وتطلب منه الطلاق. لكن الرجل سبحان الله كان رجل حليم وعاقل ومحب لها وكذا، وحريص على الأسرة وعلى الأولاد وكذا، فتركها في البيت. صار إذا كثرت عليه وكذا يتركها مع الأيام، إلى أن تركهم هي وأولادها وبناتها في البيت. طبعا هو عنده زوجات غيرها، يعني يجيهم بس يقضي حاجاتهم ويشوف أمورهم وكذا ويطلع. تقول وإذا طلع ألاحقه بالجوال، أتصل عليه، أسبه، أرسل له رسائل، إلى أن يعني أعطاني حظر، أعطاني بلوك عشان لا يسمع أذيتها وإزعاجها. استمرت هذه الحالة ما يقارب 3 أو 4 سنوات وهم على هذا الحال. يجيهم بس يقضي حوائجهم ويمشي. وتقول أول ما أسمع إنه جاء أطلع أروح الغرفة الثانية وأقفل على نفس الباب. أحيانا تقول أحيانا أشعر بحنين له ودي أكلمه، لكن فجأة يتغير كل ما فيه إلى كره. تقول سبحان الله إلى أن وقعت في يوم من الأيام على مقطع في اليوتيوب عن فضل كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقول سبحان الله فشرح الله صدري لهذه الكلمة. رددتها في اليوم الأول تقول 1000 مرة 1000 مرة، وأنا أستشعر معناها، أحاول وأجاهد نفسي أن أستشعر معناها. تقول بصراحة اليوم الأول ما شعرت بأي تغير، عادي يعني. في اليوم الثاني بديت أشعر بغثيان، إذا أشعر بغثيان كذا ودوخة، فزدت عزيمتي وزدت في إصراري إني يعني واصل. تقول وضاعفت أظن 1500 أو 2000 مرة. في اليوم الثاني شعرت بغثيان. تقول وفي اليوم الثالث بدأت أشعر بغثيان أكثر من السابق، وأصريت وصرت واصل وأكمل، إلى أن شعرت برغبة في الاستفراغ أجلكم الله. تقول وفجأة ويطلع من بطني، تقول طلع والله العظيم من فمي قطعة كبيرة كأنها شحم، كأنها قطعة سلام، تقول بيضة لكن فيها نقط سود كذا كأنها عفن أو كأن كذا. تقول أطالع بعيني أشوفها ماني مصدقة، أحس كأنها قطعة سنام خرجت من جوفي. تقول مستغربة كيف طلعت من حلقي القطعة الكبيرة هذه. تقول سبحان الله شعرت كأني كنت في حلم واستيقظت، كأني كنت نايمة وصحيت، وشعرت بحنين لزوجي. تقول واخذ الجوال بدق عليه، اصلا هو مبلكني حاضرني هو. تقول وشعرت بحنين له وطالع في اولادي، اهملت بيتي واولادي، حياتي كانت يعني سواد. تقول سبحان الله في نفس اليوم او اليوم اللي بعده واذا بالرجل يدخل كالعاده يعني. تقول يوم شفته كأنه راجع من سفر، قمت له وارحب فيه وسهل وهلي وسلم عليه. يا الله زال الأذى في 3 أيام، 3 أيام زال ما كان بينهم من سبحان الله. الله أعلم به سحر، هو عين، الله أعلم. أزال الله الأذى والمرض في 3 أيام. إخواني أخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأمامكم هذه القصة أنا مسؤول عن صحتها، أعرف صاحبتها، عافاها الله من هذا الأذى اللي الله أعلم وش هو، بلا إله إلا الله. لزمتها 3 أيام فقط، فكتب الله لها الشفاء. الله بنشر هذا المقطع. أسأل الله أن يجعله صدقة جارية عني وعن والدي وعن كل من نشره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.